خبر جديد كيهم بزاف ديال المغاربه اللي كيبغيو يسافروا لمصر. مصر اعلنت رسميا على تسهيلات جديده في التاشيره للمغاربه، والقرار كيحمل معطيات مهمه. سفاره مصر في الرباط كشفت ان المغاربه غادي يقدروا يحصلوا على تاشيره متعدده الدخول صالحه لمده 5 سنوات. يعني ببساطه في بلاصه ما كل مره تطلب فيزا جديده تقدر تسافر لمصر شحال من مره خلال 5 سنوات كامله بنفس التاشيره. وماشي غير هذا الشيء فقط، هذه التاشيره كتسمح للمغاربه انهم يبقاو في مصر حتى ل 90 يوم في كل زياره. بمعنى اخر 3 شهور كامله تقدر تدوزها في القاهره، في الاسكندريه، في شرم الشيخ بدون اي تعقيدات اداريه. ولكن السؤال المهم هو علاش مصر دارت هذه الخطوه دابا؟ الجواب مرتبط بثلاثه الاهداف اساسيه. اولا تنشيط السياحه، حيث المغرب ولا من الاسواق السياحيه المهمه في شمال افريقيا. ثانيا تقويه التبادل الاقتصادي، حيث حجم التبادلات التجاريه بين المغرب ومصر كيتجاوز المليار دولار سنويا. وثالثا تعزيز التقارب الثقافي والإنساني بين جوج دول عندهم تاريخ حضاري كبير في العالم. وزيد على ذلك هذا القرار ممكن يفتح الباب أكثر للسفر ديال رجال الأعمال، الطلبة، وحتى السياح المغاربة. يعني ببساطة السفر لمصر غادي يولي أسهل وأسرع للمغاربة خلال السنوات الجاية. والسؤال اللي كيبقى مطروح، واش هاد التسهيلات غادي تخلي مصر تولي وجهة سياحية مفضلة للمغاربة؟ قولوا لنا في التعليقات واش مصر من الدول اللي باغي نزوروها. كيعاون ربي.